بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، صلوا عليه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة بقى احنا معانا وصفة خطيرة خطيرة خطيرة. يعني احنا معانا النهاردة حاجة هنعمل بيها كل حاجة في الشتاء، هنبقى موجز أمارات 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 من غير أي تكلفة. تعالوا ندخل في الفيديو على طول ونشوف هنعمل ايه. بصي بقى يا ستي، كيس اللي انتي شايفاه دلوقتي ده كيس فازلين. تمام، كيس الفازلين ده كله ب5 جنيه. تمام كده، فازلين ابيض ده عادي خالص من عند عطار، بس عطار يكون عطار كويس، يعني عطار نضيف. معانا بقى علبة فضيت عندك، سواء علبة صاج زي اللي انتي شايفاها دي كان علبة كريم شعر. تمام، عندك علبة صاج، عندك علبة بلاستيك، الاتنين هيقضوا الغرض، ولكن دي صاج علشان احنا هنحط المية المغلية. يعني هنحط العلبة هنسيح الفازلين، هنحط المية المغلية كده. فلو العلبة بلاستيك مش هنعمل الطريقة دي، تمام، لان العلبة ممكن تسيح، شايفين زي دي كده. لو العلبة بلاستيك مش هنعمل الطريقة دي، هنعمل بقى حمام بخار للفازلين في طبق استانلس مثلا. هنجيب حلة صغننة او هنجيب كنكة صغننة، وهنحط فيها مية ونغليها، ونحط فوقها الطبق البلاستيك، ونحط فيها نحط قصدي فوقيها طبق استانلس. البخار هيسيح الفازلين، بعدين نرجع نحطه في علبة بلاستيك. تمام، ده لو العلبة بلاستيك. لكن لو عندك العلبة صاج كده فتمام ماشي. هنعمل ايه بقى؟ الفازلين هيسيح طبعا، هنعمل له كده ايه، حمام بخار كده، هنسيحه، المية السخنة هتسيحه. تمام، هنستنى عليه بقى لحد ما يسيح خالص. وده كيس دم غزال برضو من عند العطار، الشوية دول ب3 جنيه، مش هناخدهم طبعا كلهم. عايزة تعملي بدم غزال تمام، مش عايزة تعملي بدم غزال، في ألوان طعام، ألوان الطعام برضو هتحل نفس المحل الدم الغزال، سواء ده مفهومش أي أضرار، سواء ألوان الطعام أو سواء دم الغزال مفهوش أي أضرار. مش عايزة دم غزال، مش عايزة ألوان طعام، عندك علبة بلاشر اتكسرت منك مثلا، لون انت حباه، لونه أحمر، لونه وردي، لونه أي لون انت عايزاه حطيه. تمام كده، تمام، حلو كده. سيحنا بس بسرعة، يعني بسرعة، لان الفازلين وكمان في الوقت اللي احنا الشتوي اللي احنا فيه ده الفازلين بيجمع بسرعة، بيجمد تاني. على حسب بقى ما انت عايزاه، يعني عايزة لون بينك كده، مش عايزة لونه غامق قوي، هتحطي كمية قليلة. عايزاه تقيل بقى، اللي هو ايه، لحسة كده، ترتوفة بترتوف صباعك كده، تاخدي لحسة صغننة فتقوم بالواجب وتعمل فيضان، فتقليه زي ما انا متقله كده، لاني انا ببقى عايزه العلبه تقعد معايا شويه، فانا بتقلها، وانا كمان مش بحط كتير، يعني بحب ايه، علشان طبعا ده فازلين، فانا مش عايزه ادهن فازلين كتير، وخاصه على وشي. تمام، يعني مش عايزه الفازلين يبقى كتير، مش عايزه قصدي اللون يبقى خفيف عشان ما اخدش كميه كبيره من الفازلين. تمام، ده بقى زيت لافندر، زيت لافندر. الزيت اللافندر ده يا جدعان، بصوا احنا لو قعدنا نتكلم فيه يعني من هنا للفيديو الجاي مش هنقدر يعني نخلص كل الفوائد بتاعته. هو ليه فوائد لا تعد، لا تعد. يعني اعملوا سيرش كده على زيت اللافندر او زهرة اللافندر، لان هو الزيت دوت من زهرة اللافندر، وهو يعني حاجة كده دخلت في كل حاجة، يعني دخلت في كل حاجة، في كل حاجة. زيت اللافندر ده يعني في المساج وفي في العلاجات الطبيعي وفي كل حاجة. مش قادرة اقول لكم بقى على ريحته تحفة. طبعا احنا هنحطه علشان الريحة، ولكن هو ليه فوائد كتير، يعني فوائده كتيرة قوي غير ريحته الحلوة.
لو انت عايزة تستعملي زيت تاني غير زيت اللافندر انت بترتاحي له مفيش مشكلة، بس اهم حاجة لما تجيبي الزيت قوليله انا عايزة زيت نقي، عايزاه نقي، اهم ما في الموضوع يبقى نقي، برضو من عطار نظيف ويكون مضمون، مش اي حاجة. تمام. بصي بقى يا ستي، هو يعني هو احلى حاجة في دم الغزال انه ثابت قوي، يعني ثابت جدا. تمام. يعني بتحطيه ومهما تمسحي فيه ما بيتمسحش، ما بيتمسحش خالص. انت عايزه بقى نبقى ايه موزس كده بقى في الشتاء، كعب رجلك، شفايفك، خدودك، يعني مش قادره اقولك، يعني العلبه دي هتكفي معاكي الشتاء من اولها لاخرها. وكل حاجه بقى، يعني كل حاجه، وزي ما اتفقنا اللون اللي انت عايزاه انت اللي هتتحكمي فيه، ب يعني بالكميه اللي هتحطيها، بالكميه اللي انت هتحطيها انت اللي هتتحكمي في اللون. عايزه بينك هادي فاتح هتقللي، عايزه تقيل شويه هتكتري شويه. تمام. وزي ما قلنا في الوان طعام، عندك علبه بلاشر اتكسرت منك، حلوه اتكسرت دي، اتكسرت منك، اللي هو الروجاجول عادي اللي احنا بنحطه في خدودنا ده. تمام. وهتحطيه برضو لو انت عايزه حاجه طبيعيه، مش عايزه يعني عندك ان انت ضامنه البلاشر اكتر من الوان الطعام او من دم الغزال، مفيش مشكله برضو. انا بقولك الوصفه. الفازلين بقى يعني جميل، جميل جدا، نعومه، بيشد كده البشره وبيخليها جميله كده وناعمه كده، مفيش بقى قشفان بقى ومفيش ما فيش بقى جو الشتاء بقى والحتت البيضة دي اللي بنلاقيها في مراخيرنا والكلام ده في الشتاء. لا، نعومة بقى ما اقولكوش. لو عايزة تخففي اللون بقى خالص خالص خالص، تخليه وردي كده علشان تستعمليه في جسمك كله، اعملي كده. يعني حطي شعرايه كده اللي هو ايه، هطفي اللون الابيض بتاع الفازلين وهخليه لونه وردي، يعني هخليه لونه اللي هو الوردي كده، مش هنقول عليه بينكي كمان، لونه كده اللي هو ايه، هنطفي لون الفازلين ده ونخليه شويه وردي، واستعمليه لجسمك كله. مش قادره اقول لكم بقى على الريحه، مش عايزه زيت اللافندر وعايزه تعملي ريحه فعلا، ريحه يعني يبقى ريحته حلوه زي المخمرية، في عطور بتتباع، زيت اي نوع برفان انت بتستعمليه، عندي بتوع البرفانات التركيب بيبقى زيت برفان، زيت برفان بدون كحول، زيت برفان بدون كحول، لان احنا هندهنه على جسمنا، فاحنا مش عايزين كحول عشان ما يسمرش المكان، ما يغمقش المكان اللي احنا هندهن عليه. تمام كده. استعملي بقى لكعب رجلك، استعملي لصوابعك، استعملي لخدودك، استعمليه لايديكي، كله جميل وامارات وقشطات. حطوا اللايك، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، استناكم على فيديو جديد. باي باي.